نبدأ بسم الله وبنصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أهلا وسهلا فيكم أحبابنا المتابعين، وإن شاء الله تكونوا جميعا بأفضل حال. وصفة اليوم عملت فيها الكبسة، والكبسة تم إنجازها بأسرع طريقة وبأسهل طريقة خلال نصف ساعة. فتابعوا الوصفة لآخر الفيديو، وبرضه بالنسبة للمكونات رح تلقوها في صندوق الوصف بإذن الله تعالى. كلام اليوم موجه للأمهات وللآباء اللي تعبوا أو يأسوا من تربية أبنائهم، خصوصا في ظل الفتن اللي إحنا بنواجهها في هالزمن الحالي. الفتن كثيرة وصعبة جدا على أبنائنا، ويفترض فينا إحنا كأمهات أو آباء إنه نحتوي أبنائنا ونساعدهم على تخطي هاي الفتن بسلامة وعافية في دينهم وفي أخلاقهم. لكن للأسف إحنا إجمالا يعني، أو نحكي الغالبية العظمى للأسف، فينا مشكلة عدم احتواء الابن أو البنت. بدل ما نساعدهم على تخطي هذه المشاكل أو هذه الفتن، بنكون إحنا سبب في زيادة المشاكل عليهم، بسبب عدم احتوائنا وبسبب عدم تصرفنا معهم أو تأديبنا لهم بطريقة فيها حكمة وفيها موعظة حسنة. آه، قد يقول قائل انه احنا تربينا على مثلا الضرب، او تربينا دائما على انه اللوم المباشر. والله زمنهم غير زمننا. يعني سبحان الله، مقولة ربوا أبناءكم لزمان غير زمانكم، فعلا كل زمن بيطلع يعني بده تتعامل مع الجيل اللي بنشأ في هذا الزمن بطريقة تختلف عن الجيل اللي قبله. ماشي. لذلك ممكن إحنا كان الضرب قد يعني يؤثر فينا، أو اللوم قد يؤثر فينا، لكن الضرب واللوم المستمر الآن لو فعلا بدنا نطبقه على أبنائنا، كان صنعنا من أبنائنا جيل متمرد علينا إحنا نفسنا. لأنه الأجيال الأيام هاي ذكية جدا وواثقة من نفسها جدا، فبدها نتعامل معها حسب ذكائها وثقتها بنفسها. طيب كيف بدنا نتعامل معها؟ نجلس مع أبنائنا، نجلس قدر الاستطاعة مع أبنائنا. لو كل يوم نجلس مع أبنائنا نصف ساعة نتكلم معهم، نتحدث معهم بالموعظة الحسنة، نشعرهم انه احنا معاكم، احنا مش اعدائكم، احنا ما بدنا يعني نتسلط عليكم، بس احنا يعني نكاية فيكم، لا بالعكس، احنا جالسين معكم نرشدكم ونحتويكم ونساعدكم على تخطي هذا الزمن. الزمن هذا فيه فتن، ولابد من انه انتم يكون في لكم مرشد، فالمرشد هذا على الاغلب راح يكون الام والاب. ف حتى نحسسهم انه احنا جالسين معهم جلسة حب وجلسة عطف وجلسة مودة. سبحان الله العظيم، يعني مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أبناء الصحابة. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم سبب جلساته مع أبناء الصحابة، لما يعني انتهى عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة، ظهر عصر التابعين وأبناء الصحابة اللي كانوا تلقوا التأديب من النبي صلى الله عليه وسلم. فاستمرت الحمد لله رب العالمين الفتوحات، وكأن الصحابة كانوا موجودين، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود. فاحتواء الأجيال، احتواء الأجيال هو أفضل طريقة للتأديب. للأسف إحنا قد لا يعني تقول الأم أنا ما عندي طولة بال إني أنا أجلس مع أبنائي، أو يكون الأب المشغول. ماشي. خففوا من اللوم، خففوا من الضرب، لأن الضرب واللوم لا يأتي بنتيجة. اللوم والضرب يعني بزيد التمرد زيادة عندهم. حاولوا تحتووهم. إذا حسيتوا حالكم مش قادرين تحتووهم، حاولوا دائما يعني تظهروا لهم حبكم لهم، وتحاولوا يعني كل يومين ثلاثة ترشدوهم بطريقة بطريقة الحب، تتكلموا معهم بالمحبة. ماشي. ما قدرتوا، حسيتوا انه ابنائكم متمردين ومش رادين والكلام معهم بزيد الطين بلة، امشوا لهم في الدعاء. لكن إياكم 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 إنه تقولوا لابنكم اطلع برا بيتي. أنت يعني للأسف كثير بنسمعها الكلمة هاي، اطلع برا بيتي. أنت خليت ابنك يتمرد، والآن المرحلة اللي بعديها بتقول لابنك اطلع برا بيتك. ابنك راح يطلع على الشارع. في الشارع في ناس ما بيخافوا الله، فأنت ما بتضمن أنت إذا طردت ابنك على الشارع شو شوف في الشارع. أو أنت يا الأم إذا قلتي لبنتك إنه إنه أنا ما إلي دخل فيك، وإنه
ما بتعرفي شو ممكن يواجهها صعوبات برا في البيت. لذلك بقولكوا دائما الاحتواء هو طريق المحبة وهو طريق التربية للأبناء في هالزمن. دائما اشعر ابنك انه هو في حضنك، حضن المحبة مش حضن اللوم والزعل والغضب من أبنائك. ماشي؟ وادعي لابنك دائما، خلي الدعاء هو طريق إصلاح ابنك. إذا يئست من ابنك ادعي لابنك، مش ادعي على ابنك. انتبه، لأنه الدعاء للابن هو طريق صلاحه. ولا تدعوا على أبنائكم، مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم أو على أولادكم. معنى الحديث أنه ممكن أنه يصادف أنه يكون يعني الله سبحانه وتعالى فاتح أبواب السماء فيستجيب الدعاء فيستجيب لكم. وكثير للأسف سمعنا قصص والله تقشعر لها الأبدان. يعني من فترة بسيطة وعنا هنا في بلدنا في الأردن شاب كان يعني صار مشاحنة بينه وبين أمه، فقالت له إن شاء الله بتطلع وما ترجع. والله في نفس اللحظة يا إخواني خواتي إنه طلع من بيتهم، يعني ما كان له ربع ساعة طالع من بيت أهله ضربته سيارة وتوفى على طول. فعلا ما رجع على دار أهله. وكثير كمان نسمع قصص إنه الأب دعا على ابنه وتحققت الدعوة، لأنه هاي أبواب السماء قد تكون فاتحة. يعني ممكن الأم بعدين تظل يعني الحسرة تأكل قلبها إلى آخر حياتها، إنه هي ما كانت قاصدة، ما كان من قلبها هاي الدعوة، لكن حتى لو طلعت مش من قلبك، لكن هي خلص صادفت أبواب السماء مفتوحة فاستجيبت دعوتك. فلذلك إذا ولا بد وقلت يا رب، قل يا رب اهديهم، يا رب أصلحهم. ما أنت داعي وداعي، ادعي بالصلاح لأبنائك. أنت يا أم يا الأم، إذا أنت داعية على كل الأحوال ادعي بالصلاح لأبنائك. حتى لما تكون أبواب السماء مفتوحة تصادف أنه تكون يعني دعوتك بالخير لأبنائك وتستجاب هذه الدعوة. في واحدة بتقول لي قصة أنه أبوهم كان من الصالحين وأنشأهم نشأة صالحة، فبتقول أخوي في مرحلة المراهقة بلش شوي ينحرف عن الطريق. مرة بنسمع عنه إنه بدخن، مرة بنسمع عنه إنه يعني بجلس مع أصحاب سيئين. فبتقول مرة سمعت إقامة الصلاة فدخلت على أخوي، لقيت أخوي جالس بحضر مسلسل ومش راضي يقوم على الصلاة. فبتقول صار في مشاحنة بيني وبينه واشتد الصوت، ففي الأثناء هاي دخل أبوها. فبتقول يعني استغربت ردة فعل أبوي لما دخل وشافنا أنا وأخوي بنتناقش. فبقول شو مالكو؟ فقال له إنه مش راضي يطلع على الصلاة. فبتقول يعني بكل هدوء قال لأخوي يابا الله يهديك اطلع على الصلاة. فالابن استحى من الأبو وطلع. فالبنت هاي انفعلت، بتقول لأبو أنت طول عمرك تنشئنا على الصلاح، شو مالك الآن؟ يعني بشوفك يعني بتتعامل مع أخوي بكل برود أعصاب، أخوي رح يضيع. فرد هذا الأب المؤمن الواثق بالله، رد عليها بكلمات بسيطة جدا، قال إلها برجعوا الدعاء. عدت الأيام وراحت وما شاء الله لا قوة إلا بالله، أخوها الآن بنضرب فيه المثل أدبا وأخلاقا وعلما ودينا بسبب دعاء أبوه له اللي ما كان قاطع أمله بالله سبحانه وتعالى. لما تشوف ابنك تاه وضاع اجتهد في الدعاء لله سبحانه وتعالى. قوم في الثلث الأخير من الليل واجتهد واتضرع لله سبحانه وتعالى، وكرر الدعاء وألح بالدعاء على الله سبحانه وتعالى إنه يصلح أبنائك ويرجع أبنائك بإذن الله تعالى، برجعهم الدعاء. فقط نثق بالله سبحانه وتعالى. وإحنا أبدا نهائيا إحنا ما إلنا أثر في تربية أبنائنا إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فنحن دائما وأبدا بنقول اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا في تربية أبنائنا إلى حولك وقوتك يا أرحم الراحمين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أبناء المسلمين جميعا، ويقر أعيننا جميعا كآباء وأمهات بأبنائنا، ويصلح حالهم في دينهم ودنياهم وفي أخراهم يا أرحم الراحمين. وبنشوفكم إن شاء الله في المرات الجاية. السلام عليكم ورحمة الله.